عسلامة أمي نجاة. عسلامة ماما، شنو أحوالك؟ يعيشك. عايش بنتي. احنا اليوم في ضيافتك في عائلة قروية. أي. باش نحضروا معاك صناعة الملسوقة. هاي. صناعة زمنية ونحبوا نتعرفوا من خلالها، من خلالك انتي، على هالصنعة هذه، وقتاش تعلمتها وكيفاش تعلمتها، ونصلي على النبي. أيوة. توا نزلت تمارس فيها. أي نمارس فيها بنيتي. أنا توا عندها 27 سنة 28 سنة. تبارك الله. وش باش نقول لك، وقت اللي تعلمتها على البابور. ايوه. تعلمتها على البابور. تعلمتها بالقرن سميد. ايوه. من بعد المكونات نتاعها شنية هي؟ المكونات نتاعها سميد. ايوه. وتري في دام. ايوه. والماء تتبل المرة الأولى، تتعرق، تخليها ترتاح. من بعد تقعد تخدم. وقت اللي تراها ارتاحت. ايوه. تراها ارتاحت، نبداو نخدموها رواحنا. في رمضان نصلي على النبي. أمي نجاة. نعم. اللي تخدم عليه هذايا في الورقة شنو تسميوه؟ نسميوه الطبق. ايوه. طبق النحاس هذايا. طبق النحاس. طبق النحاس. وعلاش خصيصا مصنوع من النحاس هو؟ هو نحاس يا خاطر تمشي للنحاس تقول له اعطيني طبق نحاس. تبارك الله. نحاس في القروين عادة عندنا السوق كامل. هاك ترى فيه الحلال بالنحاس والشقالة نحاس. تبارك الله. وطبق. والطبق نحاس. وهذه الشقالة اللي تبل فيها العجينة نتاع الملسوقة. هاي هذه توا نتاع الفطار. اما نتاع رمضان بالقصعة الكبيرة. النحاس. رمضان عادة يقبلوا برشا على الملسوقة في القروين. فما حوانت وفما نصب وفما كل شيء. ايوه. وفما توا الملسوقة السوري لا ما يجي هي. العربي وحدها. العربي وحدها. تبارك الله. ايوا شكترا فيها تبارك الله. نصلي على النبي. كذاش مشو السميده ما نخدمهاش. ايوا. نحب بس ناخذ السميد. ايوا. نغرب له ساعه. ايوا. ونحطه في الشقاله وعلاقه على خيط على حاجه منا كي تلقاه مغير السميد. ما نخدمش بيه. قداش عندك من عام قلت لي وانت تصنع الملسوقه؟ انا عندي توا في 8 سنين. 8 سنين وانت تصنع الملسوقه؟ ما نخدم في الملسوق. تبارك الله. نهار نوفى رمضان ليلة العيد نرتاح نهايرين، نهار ثالث يوم نرجع نخدم على روحي. اي شكون علمها لك؟ علمتها لي زبيدة. شكون؟ الرماني. ايوا. هذيك علمتها لي يرحم والدين والديها. ايوا. وقتها والظروف ما تحكم في الخدمة والكل. ايوا. ماذا بيه الانسان يخدم اي حاجة. ايوا. هذه صنعة تقليدية تبارك الله. صنعة الجدود. صنعة الجدود. توا الملسوقة من نجاة. نعم. نستعملوها كالبريك ولا فما حاجات أخرين نستعملوا لها الورقة؟ نستعملوها للصمصة. ورقة الصمصة وحدها ميمة. أيوة خاصة. البريك. أيوة. ورقة الصمص. أيوة. نحط الملح. ووقت اللي أنت تبدأ تخدم فيه. عندي أنا في كي نجي نقطر العطرشية. ايوا. نحي هذيك بامبونة خاصة للورقة نتاع الصمصة. العجينة نتاع الصمص. بعد نبلها. ايوا. نبخبخها بطريف عطرشية. ايوا. باش معناتها ورقة الصمصة هاني باين. ايوا. وورقة البريك. زايدة شوية ملح كهو. ايوا. توا انت امي نجاة. نعم. تصنع للحوانت معناها عندك ناس ياخذوا من عندك. عندي. وفي نفس الوقت تبيع في دارك معناها. اي نبيع في دار. ايوا معروفة تبارك الله. بركة جات المرأة على الورق. ايوا. قلت لها ما زلت ما بديتش. وتصنع وقتين معناها الصباح في الليل؟ نصنع الصباح شوي. ايوا. للحوانت ونصنع في الليل للحوانت شوية. للدار للحومة. وفيها مكسب الصناعة هذه. الحمد لله يا بنيتي. الحمد لله. الحمد لله. معناها انت تشجع الشباب توا باش يرجعوا مثل هذه الصناعات. اي نشجع خاصة كونها معناها ماهيش مكلفة في المكونات نتاعها بسيطة برشا. اما شوية تعب فيها. ايوا. سخانة في رمضان هكا في الصيف زاد. اما في الشتاء اذا البخور يعجعل. صلي على النبي. يشعل. بارك الله مازالت البركة. اي يا ماما. ونحط تبيق. ايوا. ونقعد نبدا البخور يعجعل طيف وشق وديت. ايوا. ونقعد نخدم. ولا لا تقطع عنا عادة أمي نجاة؟ عادة بنيتي ما تقطعش عادة. ايوا. ساعة ساعة نتحسن وياها.
انت ولد شكون؟ انا والتبق. انت يا مصلي على النبي. اي حكايه غرام هذه. اي حكايه غرام. ايوا ظلنا نخدم وتظن ونظن نغني. اي شنو مثلا من الغنيات مثلا اللي يرجعوا بينا للتراث وكل شيء تغنيهم وانت تبارك الله في الاطار هذا نحاس وورقه. الغنية مثلا نتاع صالحة. يا مصلي على النبي. هاي ظن لنا شويه امي نجاة. هاي يا بنيتي شنو هي الاغنيه نتاع صالحة اللي تحبها؟ سالم مات هذيك. خيل سالم. خيل سالم مات. باش روحتولي. باش روحتولي هذيك اللي نحبها. ايوا نحبها تاع صالحة. اما توا هالاغنية توا. ايوا انت امي نجاة متشبثه بها الصنعه هذه وهي مورد رزق بالنسبه لي لك. مورد رزق نتاعي. ايوا وشنو تنصح انت؟ علمتي شكون الصنعه هذه؟ خليتها معناها ناس تذكرك معناها بالخير ان شاء الله نهار اخر يقولوا يرحم والديها. اي نقول لك شكون علمت. ايوا عندي جاره هنا علمتها. جيرانك معناها تبارك الله. علمتها واحده بنيه تسكن هكا بعيد شويه عليا علمتها. ايوا تسمع فيا. ايوا الدنيا يا بابا يا ميمه الدنيا. وكانت كي علمتهم هما معناها ولات مورد رزق بالنسبه لي لهم زاده. اي رزق. يرحم والديك يقولوا لي يرحم والديك. ايواش يرحم والديك والدي. شنو هي كلها راهي ما خدت بالخاطر. ايوا وكلها شنو هذا قلت لي هذا شنو الطبق يسمى طبق النحاس. هذا طبق النحاس كانوا قبل يخدموا فيها على الكانو. اكل المري الفوقاني اكل فيك القبه. ايوا يسمى المري. المري. ايوا اما هذايا طبق النحاس. هذا طبق حتى الاخر نحاس راهو. ايوا اما هذا طبق وهذا قنصان النحاس. انا عندي 3. ايوا أنا عندي 3 طبقات. توا وانت كان قلت لي انا جبت الطبق اللي عندك معناتها اللي كان جات على بالي بيك. ايوا احنا خذيناك فجئيه. بارك الله عليكم صلي على النبي وربي يشد لك بصحيحه بدنك. عايشك بنيتي وان شاء الله مره اخرى تجيوني نوريك من المقروض. يعيشك ونوريك الحلال. يا مصلي على النبي. احنا ماذا بينا نعملوا كل مره روبورتاج على الصناعات التقليديه هذه خاطر ماك تعرف ديما نحاولوا نذكروا شبابنا. شباب توا بالعادات والتقاليد اللي هي معناها جزء من هويتنا. خاصة توا يقولوا معناها شباب توا ما عادش يهتم بالحوايج هذه وياخذها حاضرة. ما عادش حب ياخذها حاضرة وماذا به ياخذ نتاع السوق. ايوا نتاع الماكينة. ايوا اما خايتي بنيتي اما الحاجة تاع الدار الزمنية وحدها. ايوا وانت تجملها توا لهنا الورقة الكل نغزروا جملها في الطبق وبعد تقسمها. ومن بعد نقسمها هي تبرد شويه ونقسمها في الساشيت. ايوا هاي ها ونطفي ونوريك نحطها ومن بعد يتم توزيعها. طب قداش التزينه بنيتي؟ انا انت كيما تبيعها انت ما نحكيوش كيما يبيعوها الحوانت. انا نبيعها ب 600 في الدار. ايوا في الدار ب 600 امي. ايوا ماهيش معناتها سوم مناسب. ايوا شو بنيتي هذيك هي ربي يجيب لنا القصر ويجيب لأمة محمد القصر. امين ويجيب العرفات. امين الحمد لله يا ربي. الانسان ربي يكرم الانسان ويعطيه فاش يتلهى ويعطيه فاش يخدم. العمل الباهي العمل العباده. العمل هذيك. انت في رمضان وفي الدنيا سخونه. ايوا معناتها كي تمشي كي تخدمها وانت في السخانه ربي سبحانه يعطيك القوه والجهد ويعطيك مقام في الجنة زيدا راه. انت هاك السخانة هذيك تتحملها ومصلي على النبي تخدم كأنك في الليل. نخدم في الليل في رمضان تخدم في الليل. نخدم تعرف نشوف الفطر. نرتاح نطيب كويس تي نشرب قهوة عربي ومن بعد بنيتي انت تبارك الله امي نجاة كل شيء في دارك تقريبا يوحي معناها بالاصاله. ايوه عندك زاد القهوه تعملها وحدك. قهوه البن. ايوه نمشي نشري البن
واحد ونحط فيها. في العاده تبدا طيب الملسوقه، تعمل الملسوقه وتبدا قهوه بجنبك هكا ولا ليه؟ وكيبه مقروض بجنبي. ايوه خاطر نعملوا وحدي المقروض راني ما ناكلش نتاع الشارع. ايوه لا ذيك مره اخرى ان شاء الله تو نعملوا مرة أخرى. مرحبا بك. يعيشك يعيشك. كان على بالي بيك راني حضرت شويه وحطيتها لك على الطاوله. بارك الله فيك. يعيشك. يعيشك أمي نجاة. فوش أي ميمة. تقريبا قداش تدوم انت ما نعرفش قداش من كيلو عملت اليوم؟ نخدم 4 كيلو. 4 كيلو. عدد الكيلو. ايوه. معناتها نبداها من حاجه قول من 5 وفيها 6 ونص. ساعة ونص. ساعة ونص ما تاكلش وقت راه. ايوه. وشنو يمشي الطبق هذا نغزروا فما دبوسه غاز بجنبك؟ يمشي بالغاز. يمشي بالغاز. ايوه. وانت تعدل النار. نعدل النار باش ما تتحرقش الورقه وتجي من حيث الجوده معناها جوده ممتازه. ممتازه. بارك الله انا نشوف فما اقبال كبير عليك في المنزل نتاعك معناها. من بكري فما ناس تدق وتسال. الورقه حضرتش اي ماما والله نخدم في رمضان بالشكاره راني. بارك الله. رمضان بالشكاره يا بارك الله. نخدم بالشكاره. نكملها انا في رمضان الشكاره نبديها مثلا في الليل الصباح بقدرة ربي نجبد اخرى. صلي على النبي. وتقسمها بالتزينه ولا بالنص توا؟ 6 ديما الاقبال على توريني يعني. ايوه توا الاقبال ديما يكون على ال 12 ورقه معناها تزينه تسمى. تعرف ميمة ما خاطر في الحوانت يحبوا الستات. 6 ايوه. هاو كيفاش نحسب نمدك هاي الصشيات بحذايا خليها تبرد شويه وتحطها وبعد تبرد شويه. اي ونلاحظوا حتى معناها الاستعمال نتاع الصشيات اللي نحط فيهم صحيه معناها ما ايوه يعطيك الصحه يعطيك الصحه. كنت قبل نخدم بالحريري باك شنو الحريري؟ ها توقك شنو نشرك البالة البيضة. ايوه البالة البيضة هذيك اكل كي نحنا نقولوا نحطوا فيها الزبده ونحطوا اكل صحيه. ايوه ناخذ البالة هي دنيا بارده تسمع. ايوه دنيا بارده. وقت اللي توا كي سخنت الدنيا ولات الورقه في السخانه بيتي وليت ناخذ صاشيات باش معناتها يهزوها سخونه ما تشحنهمش. ايوه وهي راهي عمر الانسان ما يبيع حاجه. هي من المستحسن معناها تستعمل فوريا معناها بعد ما تعملها انت باش تبدا طريه وتقعد في معناها في احسن حال. لا خليها تبرد شوي. اي معناها ما تقعدش اللي يحب يستعمل الورقه وياك الكعبه بريك سخونه دونك ياخوها من فوق طبقها. من فوق طبقها انا في الدار يعطيك الصحه عندي والحمد لله يا ربي لك الحمد. جيراني باهيين جيراني يحبوا كان صراحه نظيفه. انا ما نحط بالعجنه لا ما نغربلها بالغربال. ايش يقول فما مثل على صنعه اليدين توفى مال الجدين وتوفى صنعه اليدين. ايوه وتبارك الله احنا في القروان عنا برشا صنايع خلوهم لنا الجدود. برشا الحلال الملسوقه. ايوه برشا حوايج بنيتي برشا حوايج. ايوه معناها انت تشجع شباب توا وتقول له ارجع لاصلك. تو تلقى البنات المعرسين ويحبوا يخدموا على رواحهم. يحبوا افليساتهم وما يحبوش يكبوا الراس. تو كنتي ترى الصناعه هذه مش حكر كان على المراه اللي قاعده في المنزل معناها هي اللي في المنزل وحتى الباب. ايوه